اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مساء الفل، مساء الياسمين، وأحلى مسا على عيون كل متابعين وصفة وأكلة مع شيمو. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى جايه لكم بفيديو جديد. فيديو كده كله نشاط، كده نشاط آخر النهار يعني، أو نشاط بالليل عامة. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض روتين حلو قوي. هنمسك المطبخ كده نظبطه بعد الغدا، بعد اكلة السمك اللي احنا اكلناها بقى والزفارة وكده. هنمسك المطبخ كده نظبطه تظبيطة حلوة ونضيع ريحة الزفارة بقى اللي فيه. المهم ايه، عندي بقى اول ما ابتدي كده اغسل المواعين، انا لميت طبعا كل المواعين اللي على الرخامة عندي وحطيتها في الحوض زي ما انتم شايفين كده، وشغلت المية السخنة، ميه سخنه سخنه يعني. نزلت بقى اي دهون، بمشي كده الميه السخنه كده على المواعين عندي كده زي ما انتم شايفين، وانزل بقى اي حاجه موجوده في المواعين عندي، بحيث ان انا احطها تاني في الحوض ما فيهاش اي حاجه ولا اي دهون. ابتدي بقى ان انا ايه ادعكها كده واغسلها غسله حلوه بالبريل. غسلت الحوض بتاعي اهوت زي ما انتم شايفين كده، انزل بقى ايه بالمواعين بتاعتي كده كلها، وابتدي ان انا ادعكها بقى ايه بالبريل دعكه حلوه كده. اظن بقى كلنا كده يا ستات بيوت كده، لما نخلص بقى الغدا بتاعنا كده ونخلص المواعين ونشطب المطبخ، تبقي كده ايه خلصتي كل اللي وراكي، يعني بيبقى حمل واتشال من على صدرك يا اختي. والله كلنا كده، مش انا لوحدي يعني، او انت لوحدك، لا كلنا كده، كل ستات البيوت عامة يعني. نخلص كده غدانا والكل يتغدى ونغسل مواعيننا، ونشطب مطبخنا كده، خلاص خلصنا يومنا، ويعتبر كده ايه كله تمام يعني. العشاء بقى ايه، اي حاجة، اي سندوتش كده، اي بقسماية بكوباية شاي على لبن، يعني بتنقضي عامة يعني. المهم بقى امسك مواعيني كده واغسلها واظبط مطبخي، يبقى انا كده بقى خلصت كل اللي ورايا وكده تمام قوي. العشاء بقى مقضية، سندوتش كده بكوباية شاي على لبن، حتة شوية بقسماط كده مع شوية برضو شاي باللبن كده، اي حاجة يعني. في ناس وعامة يعني معظمنا كده ما بيحبش يتعشى، يعني انا حماتي ما بتحبش تتعشى خالص، جوزي نفس النظام، وانا ساعات وساعات يعني حسب بقى. بس حسب كده في الشتاء بقى، في الشتاء ما اقولكوش لازم كده الواحد كده طول ما هو قاعد بالليل لازم ينقنق في اي حاجة، اي حاجة، المهم ان هو ينقنق وخلاص. المهم بقى ايه، خلصنا بقى المواعين بتاعتنا اهيت، وانا اللي انا بغسله بحطه في جنب، وبعدين ايه هصفيه على فوطة على الرخامة التانية، بس علشان جنبي على الرخامة دي فبحطه كده جنبي بعيد كده، بحيث ان الصابون بتاعي ما يجيش على المواعين النضيفة اللي انا ايه غسلاها وشطفاها. تمام كده، تمام. وصلتوا معايا لحد هنا؟ حطيتوا اللايك ولا لسه؟ يلا يا حلوة انت وهي حطي لايك، اللي ما حطش لايك يحط لايك، واللي بيشوفني اول مرة يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهاتي. تمام تمام يا حلوين. يلا تعالوا نشوفوا هنعمل ايه تاني. النهارده بقى نشاط، كله نشاط في نشاط كده. بصراحه انا ما كانش ليا مزاج ان انا اشتغل خالص، بس اللي شجعتني والله يعني بنت خالي قالت لي اشتغلي، حطي مجهودك كله في الشغل، ما تفكريش في اي حاجه تزعلك، ما تحطيش اي حاجه تزعلك في دماغك، هتحبطي نفسك، هتدمري نفسك، هتعيي نفسك، محدش هينفعك، محدش هيقولك خدي حاجه، محدش هيقولك بايدك اي حاجه. كل واحد في الزمن ده بيقول يلا نفسي. فانت خلي بالك من نفسك، وخلي بالك من شغلك، واتبهي لنفسك واتبهي لمصلحتك شويه. بصراحه الكلمتين دول فوقوني كتير قوي، فوقوني، وكنت محتاجاهم فعلا، كنت محتاجاهم جدا يعني. ساعات الواحد اي كلمة كده او كده بتحبطه، وساعات اي حد يقولك كلمة ترجعك ورا خالص، يعني ترجعك يعني من اول الصفر، عامة يعني من عند الصفر عامة. وفي حد يقولك كلمتين يشجعوكي ويحمسوكي كده، ويدوكي طاقة، يدوكي باور انك عايزة تشتغلي وعايزة تعملي حاجات اكتر وحاجات احسن. فربنا يخليها لي يا رب. بصراحة هي ادتني باور جامد قوي ادتني طاقة، خلتني عايزة اقوم اشتغل، وعايزة اقوم اعمل فيديوهات، عايزة اقوم اصور. وعندي امل، عندي امل ان قناتي تكبر في يوم من الايام، وتبقى من القنوات الكبيرة جدا المليونية كمان المشهورة. ومفيش حاجة بعيدة عن ربنا دي طبعا. ويا رب كل القنوات الصغيرة تكبر. ناس كتيرة حاطة امل كبير ان قنواتها تكبر. يعني اما كنا متقابلين مع سمر، قالت لنا يعني معلومة حلوة، يعني معلومة شجعت برضو الواحد. قالت لي ممكن فيديو واحد بس من عندك، الفيديو ده يضرب، يجيب لك مشاهدات كتير، يجيب لك مشتركين كتير،
وغير كده الفيديو ده هيخلي بقى المشتركين اللي دخلوا على الفيديو ده يرجعوا للفيديوهات القديمة ويشاهدوها كمان. يعني اصبح انت بتعملي لنفسك دلوقتي رصيد، يعني انا بعمل لنفسي رصيد بحيث ان انا بعد كده ان شاء الله لما ربنا يكرمني وما ضاقت الا وفرجت، وان شاء الله ربنا هيفرجها وهيكرمني، وانا حاسه بكده ان شاء الله باذن الله. المهم بقى ايه، خلصنا كده وغسلنا كل العيوب بتاعه البوتاجاز. كلمت ياما رغايه، انا عارفه. المهم ايه، خلصنا كده وغسلنا عيون البوتاجاز غسلة حلوة كده، مكان بقى تحمير السمك، ومكان يعني مكان ما كنا بنطبخ عامة يعني. هنمسك بقى البوتاجاز بتاعنا كده بالبريل كده برضو ونديله دعكة حلوة، وبعدين بقى ايه بالفوطة بتاعتي كده ولمعه، وبقى بيلمع معايا وزي الفل اهوت. بوتاجازي زي ما انتوا عارفين انا ايدي فيه دايما، فعشان كده ما بيترصبش عليه اي دهون او اي اتساخات. شوفوا بيلعلط ازاي، والعيون بتاعته بربرق خالص. المهم ايه، هجيب بقى هشيل بقى الاستندات بتاعه اطقم التوزيع اللي على الرخامه، وهيمسكها كده دعكه حلوه كده. صراحه اطقم التوزيع دي حاسه ان هي مكركبه لي الدنيا على الرخامه، ومش لاقيه لها مكان غير الرخامه. يعني عايزه اعين شويه منهم. انا المطبخ بتاعي من جوه على الاخر، مفيش مكان، مفيش منفذ عامة يعني. غسلت الرخامة كده ولمعتها اهوت، وامسك كمان الفوطة بتاعة المطبخ دي اللي هي ايدي ورجلي زي ما قلت لكم. الفوطة دي انا بحبها جدا، ونفسي الاقي فوطة بنفس الخامة دي بصراحة. غسلتها وحطيتها على الحوض عشان تنشف كده على طرف الحوض كده. مسكت بقى، خدت بقى المشاية بتاعة المطبخ والمشاية بتاعة الطرقة بتاع اللي قدام المطبخ والحمام، اللي ما بين المطبخ والحمام. هما مشيتين شكل بعض عامة. فاخدتهم بقى ايه، قلت اغسلهم بالمرة. اليومين دولت الشمس طالعة كده وحلوة كده والجو حلو، قبل الجو ما يشتي مش هعرف اغسلهم. فديتهم بقى دعكة حلوة كده، وغسلتهم غسلة حلوة كده تمام. وبعدين ايه، حطيتها كده في البانيو كده عشان ايه اشطفها. جبت بقى الخرطوم كده وشطفتهم واشطفهم بقى زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا بنمسك بقى ايه السجاد في اول الشتاء نغسله، وفي اخر الشتاء، في اول الشتاء وفي اخر الشتاء. هما موسم عندنا كده، وبالذات بقى يعني قبل رمضان يعني. او انا رمضان اللي فات بصراحه ما غسلتوش، لان انا كنت داخله كنت تعبانه وكنت هعمل عمليه وكده يعني. فغسلته بعد العيد. فانا بقى ايه، هغسله بقى الغسله الحلوه دي، المشيتين دولت، لان اكتر مشيتين بيتبهدلوا عندي اللي هم بتوع المطبخ وبتاعه الحمام اللي قدام الحمام. بالذات بقى لما يكون عندي جولات بقى وبيلعبوا بره وكده، ويجوا بقى يدخلوا على الحمام بقى ويعكوا الدنيا ويطلعوا يلبسوا لك بقى على المشاية يخلوها زي الفل. غسلتها وشطفتها، احطها بقى على جنب كده تتصفى، واجيب التانية كمان اشطفها اهيت. شطفتهم خليتهم ايه ببرقة عمر كده. خلصنا بقى مطبخنا خالص، وغسلنا كمان المشايات، وكله بقى تمام وكله بقى فله. ننام بقى كده واحنا اعصابنا هاديه وراسيه كده، ما وراناش اي حاجه. فما تنسوش بقى تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. وبيكون الفيديو بتاعي كده النهارده خلص. وغسلت المشايات اهوت، وهسيبهم كده يتصفوا في الحمام، وبعدين ايه انشرهم بعد ما يصفوا ميتهم، عشان لما اجي اطلعهم من البلكونه ما يسقطوش على السجاد بره. بس كده خلاص تمام كده. اركنهم بقى على جنب كده يتصفوا اهوت، واجيب التانية كمان اختها جنبها، وكده الفيديو خلص.